السلام عليكم. ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ احنا فين بقى؟ جوله كده. احنا فين؟ قولوا لنا احنا فين. يعني الموضوع سهل مش صعب. يعني انا هقول لكم صباح الفل علشان انا لسه الصبح بدري قوي قوي. اي حد يعرف احنا رايحين على فين دلوقتي. ولا ايه يا جدعان؟ يا وابور قول لي رايح على فين. جولة او خروجة احنا فين النهارده بقى ان شاء الله. يعني انا ايه، هصور لكم اكتر من مكان لان مشواري طويل. مشوار النهارده طويل جدا. يعني لسه مش هنا بس. احنا فين؟ الصحراء اللي انتوا شايفينها دي. لا، الجولة دي هتبقى مرتبطة بكذا مكان تاني. الدنيا هتبقى سهلة. فين يا جدعان؟ فين؟ قولوا لنا بقى. طبعا الجولة اللي قبل دي انا كنت بقول لكم ان انا خايف من الرادار. طبعا الطريق اللي انا ماشي فيه ده يعني كل شوية رادار بيقابل. هتلاقوني واخد الجنب اليمين كده. السرعة هنا 120 بس انا ما بعديش ال100 يعني علشان بخاف. بنخاف سلم. قولوا لنا بقى. يعني انا ممكن ايه، ابص على شمالي كده واشوف اي مثلا يافطة اي حاجة اقراها لكم وانتوا تقولوا لنا حاجة. انا ابص كده وانا ماشي اشوف الحاجات اللي ايه اللي مكتوبة. هو في شوية فيلل كده في الصحراء لوحدهم بس فين البوابة بتاعتهم؟ شوية فيلل كده في الصحراء. ايه البوابة دي؟ البوابة مكتوب على ايه؟ اسكانة؟ اسكان. ماشي. اسكان. عرفوا بقى احنا فين. لما نشوف بقى جولات احنا فين هتظبط الكلام ولا لا. عايز اقول لكم لما عملت جولات تحدي الطريق كان في ناس كذا حد كده بيعلق يقول لي الحته دي اسمها كذا والمنطقه دي اسمها كذا. لما بصور عادي وبقعد اتكلم واقول احنا هنا وهنا معروفين مين اللي بيعلق. الاستاذه مروه والاستاذ يعقوب هما اللي بيعلقوا. فنعمل احنا فين. احنا فين وانتوا تقولوا لنا احنا فين. احنا فين النهارده؟ خروجه احنا فين يا جدعان؟ بس الطريق بقى جميل والله. شوية فلل على شوية زارع على شوية حركات حلوين. كان معروض عليا مزرعة هنا 5 فدادين ب1,000,000 جنيه بس ما كانش فيه مليون. خمس فدادين. حلو حلو العرض.
عايزين نبارك على الناس. وانا لو صورت الجنب اللي هو اللي على يميني ده هتعرفوا بسرعة، لان واحنا رايحين بنبقى مركزين على اليمين، واحنا راجعين بنبقى مركزين برضو على اليمين. انا بقى بصور لكم من الشمال، وانا راجع برضو هصور لكم من الشمال. يعني انا هعمل شوية احنا كده شوية جولات، اللي هو ايه، كل جولة ما تعديش الربع ساعة. يعني انا دلوقتي هصور لكم جولة ربع ساعة وهقفل، ولما اقرب من المكان اللي انا رايحه اصور برضو ايه في المنطقة السكنية برضو ربع ساعة. لما اخش بقى جوه المنطقة نفسها السكنية اصور لكم برضو جولة ربع ساعة، وانا راجع اعمل لكم نفس الكلام. يعني المشوار ده ممكن اصور فيه حوالي 6 جولات رايح جاي، نظبط الكلام. وانتوا بقى تقولوا لنا احنا فين، احنا في اول الطريق فين كده، احنا فين كده، هم فين. انا لسه في اوله، انا لسه بدري والله، لسه بدري والله. الشهر فانا مش عايز ابتدي اليوم ان انا اقعد ارغي اصدع، وبعدين انا ما نمتش اصلا اليوم اللي انا ببقى رايح فيه المشوار ده، ما بعرفش انام، ما اعرفش ليه بقى. حاجه غريبه، وانت بالذات معرفش، ببقى عايز انام بدري. يعني هو اليوم ده اللي بركز ان انا انام بدري، وما بعرفش انام، بفضل صاحي واي حاجه تقلقني. اليوم اللي موريش حاجه مش عايز انام بدري، الاقي نفسي بعد الساعه 12 عمال وانام. يا جدعان انا مش عايز انام، ما موريش حاجه، لا هتنام. انا بقول لك ما تعرفوش والله النوم ده عايز مننا يجنني. اليوم اللي ببقى عايز انام ما بعرفش انام، واليوم اللي مش ما انام يلا الحمد لله. قولوا لنا احنا فين. انا هنام ولا ايه؟ انا حاسس ان انا هنام. لا مش في البدايه، اصبر شويه، نص الطريق ننام، لسه في البدايه. انا نفسي بس في العربيه بتاعتي برضه، حتى الموبايل كحيان. انا دلوقتي عايز بيحلم بعربيه اللي هي بتثبت السرعه. لو مثلا الطريق ده مثلا 120 اثبتها على 100 واسيبها بقى مع نفسي، اعدي واشيل رجلي تروح هي برضه ثابته، ما تعديش الليل. انما انا هنا لو سرحت هروح عند الراجل اللي هو اسمه نجاتي اللي بينفخ في البلد. ربنا يسترها، ربنا يسترها، ونجاتي ما ينفخش. فين يا جدعان؟ ده في بلح احمر اهو. انا بحب البلح الاصفر. البلح الاحمر بحبه، بس في نوع معين انا بحبه. البلح اللي هو الناشف ده الاحمر بحبه، بس مش كله. في اصلا بلح كده تيجي تاكلها تلاقيها فاضيه كده، وتلاقيها طعمها مش حلو. في بلحه بقى تلاقيها كبيره كده، والملمس بتاعها من بره ناعم قوي، ومعبيه مليانه كده مكبوسه، عامله زي السندوتش. تكسرها كده تلاقي هي النهايه اللي جوه صغننه، اسمها النوايا اللي جوه دي تلاقيها صغننه خالص. البلح نفسه من جوه الابيض ده
بيبقى مكبوس كده وتقيل وطعمه مسكر، ولما بتيجي تاكلها كده تنزل ميه كده ايه، اللي هو عصير بلح في بقك، غريب جدا وبتقرمش كده. البلح ده بقى انا مش عارف اسمه ايه، بس هو النوع ده اللي انا بحبه، والنوع ده الوحيد محدش بيعرف يجيبهولي غير ابن عمي. ابن عمي عنده مزرعة وعنده فيها البلح ده، فأنا كل سنة يعني لما بسافر عند ابن عمي ده هو في الصعيد، في التوقيت ده باخد منه البلح. يعني أنا لو السنة دي برضه هو اليومين دول خلاص البلح خلاص على سوا، فأنا لو اليومين دول رحت عنده ممكن أصور المزرعة بتاعته ونصور البلح. إيه رأيكم؟ ايه رأيكم في الفكرة دي؟ ممكن نعمل حاجة، نصور البلح الأول عشان السنة دي ونظبط الكلام، نعمل شوية جولات حلوة. احنا فين بقى يا جماعة؟ احنا فين؟ قولولنا احنا فين؟ عايزين نشوف الناس الشاطرة اللي بتعرف في الطرق وبتفهم في الطرق تقول لنا احنا فين. بس المشوار طويل قوي وانا رايح لوحدي، زهقان. كفايه كده صح؟ يعني اكيد انتوا عرفتوا احنا فين. يعني بصوا على ايدي الشمال مزارع دينا، اكيد بقى كده انتوا عرفتوا احنا فين. محدش يقول لي بقى احنا مش عارفين احنا فين. مزارع دينا معروفه هي فين ولا ايه؟ ولا لسه مش عارفين؟ انا هقفل الجوله شويه كده، هصور جوله تاني قدام في اخر الطريق. يلا يا جماعه، سلام وسلام. سلام سلام.